أيام البساطة. يقول الناظم العمري تذكر زمان كان فيه الطيب يذكر، وذاك المجتمع ما فيه منكر، وكل كان مشغول بحاله. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله، وكانوا في منافعهم سوية، إذا نادوا بعضهم ما تعيا، ولا من قيل هيا قال هيا على درب المكارم والجمالة. وكان الشخص يسمع قول عمه، إذا نادى حالا راح يمه، يلبي لو طلب روحه ودمه، وهذا سر مروة الشكالة. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. نهار العيد يلتم الجماعة على ضحك وسواليف وطاعة، وزاروا بعضهم في نصف ساعة، ولو ما يشربون إلا بياله. وكان الغيث ينزل كل ليلة، نرى المطلع علينا سلسلة، وصارت الأرض الخضرة جميلة، وشكل العشب من شفه سالة. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. وهذه كانت أحوال القدامى، إذا استسقوا طلوا بالغمامة، عليهم يعرض مني سلامة، عدد من يذكر الله بابتهاله. وفي هذا الزمن قل التراحم، بعد ذاك التواصي والتلاحم، على العصيان يا كثر التزاحم، إذا قفى شر جا شر بداية. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. كثير الناس يهوون التقاطع، بعد ما كان نجم الوصل ساطع، بار السيف الحسد مسلول قاطع، كثير من هجر عنه وخاله. ويا كم واحد يحسد قريبه، علشانه تغانى يا مصيبه، ما وده اخوه يتهنى نصيبه، تشوفه ينتظر ساعة زواله. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. وحنا في زمان وضعه بشر، تغلب في طباعه داعي الشر، يلي لما تجد لك كلمة بشر، فقدها الرجل حتى في عياله. نصلي في السنة 20 مرة للاستسقاء ولا هل قطرة، بلانا من معاصي مستمرة، ترد الخير عنا بأي حالة. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. ختاما يا رجاجل اسمحوا لي، فانا وضحت مما شفت حولي، وكان اخطيت قوموا وضحوا لي، فانا شاعر قصيدة راس ماله. عسى الله يسقي ايام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله، وكان الوصل ممدوده حباله. صدى نجد صدى.